عندما يعرف العبد أن رزقه ليس ينقصه التأني وليس يزيد في الرزق العناء، وما كان من رزقي فليس يفوتني ولو كان في قاع البحار العوامق، والله الذي لا إله إلا هو. إذا آمنا بذلك واعتقدناه عقيدة جازمة، والله لا نخاف على رزقنا ولا نهتم لهذا الأمر. كثير من الناس اليوم همه فكره عمله لأجل تحصيل الرزق، ورزقه مضمون ورزقه مكتوب، وما خلقنا الله لنبحث عن الرزق بل تكفل لنا بالرزق، وما من دابة إلا على الله رزقها. تكفل لنا بالرزق، وما خلقنا لنبحث عن الرزق بل هو يرزقنا ويعطينا سبحانه وتعالى، ولكنه خلقنا لنعبده. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين سبحانه وتعالى. فالذي يبحث عما ضمن له ويجهد عما ضمن له وهو الرزق، ويهمل ويضيع ما طلب منه وهي العبادة، لا شك أنه مطموس البصيرة، لا يدرك حقيقة الأمر الذي لأجله أوجدنا الله على هذه الدنيا. بل إن بعض الناس يكفر بالله، يعصي الله للبحث عن الرزق المضمون، وخلقه الله ليعبده لا لأن يبحث عن رزقه.